بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم معي موضوع أتكلم به من قد لي فترة، وأنا أشوف إنه هو موضوع مهم جدا يلامس كل شخص، كل إنسان، قبل ما يكون كل مسلم، والله كل إنسان. وهو موضوع القنوات التي يعني فيها المسلسلات هذه الماجنة، تابعتها لمدة شهر تقريبا واكثر. يعني من مسلسل لمسلسلات نقال أشوف باختصار الموضوع خبيثة، وخاصة القنوات هذه التي تبث مسلسلات تركية وما تركية وهندية وما هندية، تحس ان في الموضوع والله وهذه براءة ذمتي ان انا اقول هذا الكلام، ان القنوات هذه اخطر يعني ما يمكن توقعه على الأسرة وعلى المجتمع، خاصة المجتمع المحافظ. وهي بث سموم يعني ما تتصورهاش. مثلا بنت تحب الأب تعمل علاقة مع الأب، تعمل علاقة مع الأب، تمام، تعمل علاقة بعد فترة بعد مع العم، بعدين مع الأخ، تطين الدنيا طين هكذا يا عيبتها. وهذا غزو خبيث، أقسم بالله عظيم خبيث. عندما تشوف بنت تكبر بين وسط الأسرة واسمها فجأة تشوف أبوها عمه، يا عيبته، أبوها زوج أخته، ما ندري كيف طلع، المهم إني هكذا مرفوسة نفس ما ناقص لها هذا اللي يحصل. خلاصة متشارة تنمو داخل بيوتنا، تمام، أطفالنا صغارنا كلهم يربوا على هذا الشيء بدون ما نحس ولا نعلم ولا ندري. ما يمكن واحد يذكر الكلام هذا لما يوقع الفاس بالرأس. كل واحد يراقب، كل واحد يعني يراقب الله بهذا الشيء، إنه مسؤول، كل إنسان مسؤول عن رعيته. قد يكون هم غافلين، زوجتك بناتك أخواتك يكونوا غافلين عن الشيء هذا، بس لازم نذكر هذا الكلام، إن هذا خطير جدا على فساد مجتمع أو فساد يعني بشكل عام. أعتقد حتى الغرب أنفسهم والله ما يقبلوا هذا الشيء، ما يقبلوش هذا الشيء فعلا. حاجة دياثة. لما تلاحظ وتتابع مسلسل تشوف في حاجات أعوذ بالله. بس أتمنى كل واحد يعمل بما قدر غيرته، ينشر هذا الكلام أو يعمل مثل هذا الكلام وينشره، أو ينشره حتى شفويا. إنما أريد يوصل الرسالة لكل إنسان إن شاء الله.